ديما ثلاثة. اسم هضر بالسم. ديما ثلاثة. ديما راجع. شكون هادي بطولة؟ ثلاثة. راجع. وكاس العالم؟ تا هو راجع. كاع الاحتمالات كتبين ان الرجاء ان شاء الله دير بطوله، حنا المصير ديالها دابا بايدين ديالها. باقي ان شاء الله عندنا 4 الماتشات، الا ربحناهم ان شاء الله كاملين ان شاء الله البطوله رجاويه، وكنتمناو بطوله رجاويه الصراحه باش نبقاو محتكرين هذيك العالميه تبقى ديما في اسم رجاء البيضاوي. الرجاء خويا يستاهلوا البطولات العام، حتى عندنا فريق قوي ما يقارنوناش مع الفرق المغربيه، عندنا النيفو طالع شويه باش نديو البطوله ونشاركوا العام الجاي في كاس العالم عاوتاني يشوفوا العالميه الفينال. هذا العام غيشوفوا الفينال ضد الريال ان شاء الله، وهذا العام غنديوه الثالثه ثابته. اما بالنسبه للرجاء البيضاوي الماتش اللي جاي قاصح شويه، ان شاء الله غدي البطوله باذن الله، ولكن فهمتيني ان شاء الله غتكون البطوله رجاويه ان شاء الله. علاش؟ حيت الرجاء تحسنات مؤخرا رغم الضغوط اللي ظهرت بها على حساب الجمهور وعلى حساب المكتب المسير. الرجاء ان شاء الله غير اللي غدي البطوله ان شاء الله. فريق الرجاء كيبقى فريق كبير كما عهدنا، ودى عدة القاب والبالماريس ديالو تبارك الله راه عامر. المهم يمكن نقول على الرجاء حاليا هو انه رجاء عاطي مزيان تبارك الله، راهم اللعابه كيقوموا بالمجهودات ديالهم، غير بعد الاصابات اللي كيشكو منها بعض اللاعبين يقدرش تاثر على فريق الرجاء من هنا المستقبل. وكنتمنوا من الرجاء البيضاوي ان الا جات تجي في المراتب الاولى، وكما كنتمنى انني كقلب رجاوي كنتمناش الرجاء تمشي لكاس العالم هذا العام حيت الانديه لانه غيكون اختبار حقيقي لفريق الرجاء. كنتمنوا ديما تبقى عندنا الصوره ديال فريق الرجاء البيضاوي انها شاركات في كاس العالم انديه وصلت للدومي فينال او الفينال كاع. نقدر نقول لك على فريق الرجاء البيضاوي بانه فريق كبير وان شاء الله غيدير بطوله. بالنسبه باش غيدير بطوله بانه ان شاء الله راه غادي في المستوى، بعدا كانوا تعثرات في البدايه ولكن فريق الرجاء فريق كبير فهمتيني هو فريق كبرى تمرض ولا تموت. هادشي نقول لك على فريق الرجاء البيضاوي.